اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم آية من يوميات آية في قناتي. النهاردة زي ما انتم شايفين كده انا عملت لكم قشطة باللبن. انا مش هقول عليها رز بلبن بصراحة، عشان حاجة كده قشطة وحاجة كريمي وحاجة بتدوب في البق، وبصراحة حاجة خرافية. يعني جربيها بالطريقة دي وتكات وحركات هنشوفها كده مع بعضنا، هتخلي الرز معانا حاجة كريمي ورز مستوي ودايب. في ناس كتير بتشتكي بيبقى الرز ناشف ومش حلو وبتحط لبن كتير، فاحنا هنعمل له كام تكاية كده. هنشوف احنا بنسويه بالطريقة ازاي اللي بتخليه طري وناعم وكريمي كده. معايا كوبايتين قهوة من الرز، الكوباية اللي شايفينها الصغيرة دي فيها القشطة، ومعايا كوباية الا ربع قشطة على كريمة لباني، ومعايا كوبايتين لبن، ومعايا كوباية سكر يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين كده. وهنزل بمعلقة الكريم شانتيه على اللبن البودر على معلقة نشا كده صغيرة. ولازم طبعا دول اقلبهم على البارد، هقلبهم مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. وفي الاول احنا حاطينها في الحلة كوبايتين مية كده من الكوباية المعيارية العادية بتاعة الشاي بتاعتنا، وخليناها غلت ونزلنا بالرز فيها لحد ما يستوي ويشرب ميته خالص. هتشوفوا معايا دلوقتي. فانا دوبت النشا واللبن البودرة والكريم شانتيه وركنتهم على جنب. اديكم شايفين زي ما انتوا شايفين، رجعت لكم كده هو خلاص شرب ميته واستوى الرز زي ما انتوا شايفين. بصراحة حاجة تحفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وربنا يحسن ما بين ايديكم وايدينا يا رب، اللهم امين. وبعد كده يا حبايب قلبي نزلت باللبن زي ما انتوا شايفين كده، كوبايتين اللبن معايا شايفين كأنه مفيش رز، كأنه لبن. يعني شايفين الرز خلاص استوى وبقى كريمي كده، وحاجة بصراحة حاجة خرافية. يعني جربوه مش هتندموا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك وشير وتشيروا القناة عشان يوصلكم مني كل جديد يا حبايب قلبي، وتفعلوا زرار الجرس. ونزلت بكوباية السكر وقلبتهم تقلبتين كده وخليتهم خدوا غلوة. وبعد كده نزلت بالخليط اللي انا عملته اللي هيخلي السر بقى، السر معانا النهاردة اللي هيخلي الرز بلبن بتاعنا كريمي. قشطة باللبن زي ما بنقول. بصراحة جربوه مش هتندموا وهتدعولي. انا بعمل الوصفه دي بصراحه لي سنين وسنين وبيطلع تحفه معايا، او هيطلع معاكم لو انت اول مره تعمليه يطلع معاكي ناجح من اول مره. بعد كده غلي غلوتين ونزلت بالكوبايه القشطه، هي الكوبايه الصغيره دي اللي انا كنت عامله بيها الرز، كوبايتين منها رز يعني مش حاجه كبيره. بعد كده قلبتهم تقلبتين زي ما انتم شايفين. انا بوريكم شايفين رب وش ازاي ولسه ما نزلش، يعني عمل قشره كده ووش بصراحه، ولسه ما نزلتوش من على البوتاجاز ولا على النار. بس كده تمام. انا والله العظيم مصوره لكم هو سخن وموريكم في الاطباق وهو سخن، ما خليتوش يعني مجرد ما تحطيه كمان في التلاجة هيمسك نفسه، يبقى احلى واحلى بصراحه. ده هو سخن وماسك نفسه اهو. يعني بصراحه لما تحطيه في التلاجة هيبقى كريمي اكتر ومتماسك كده وحاجه خرافه يعني. وبألف هنا وشفا يا حبايب قلبي على قلبكم يا رب، اللهم امين. وجربوه كده ومش هتندموا. كلنا احيانا بنطلب رز بلبن مهلبية كده. قوموا جربوا الوصفة دي. ولو مفيش عندكم لبن بودر مفيش مشكلة، مفيش عندكم اللي هو كريم شانتيه برضو مفيش مشكلة، عادي اعملوه عادي كده بلبن ونشا وسكر وهيطلع معاكم خراب. بس زودوا اللبن شوية وسويه بالطريقة اللي احنا سويناه دي. بعد كده نزلت بحبة مكسرات كده كانت عندي. وبعد كده كانت عندي حتة قشطة كده بشرتها كده بالمبشرة، قلت اجرب واحد كده بالشوكولاتة كده عشان يبقى زي بتاع المحلات وكده. ممكن تحط عليه اي ممكن تشكليه، ممكن تحط نوتيلا، ممكن تحط شوكولاتة عادية، ممكن تحط اللي يريحك اللي المتوفر عندك في البيت. فاحنا قلنا نعمله بأبسط الحاجات كده عشان يبقى ايه، ما يبقاش مكلف وكده. شايفين انا بوريكم الكريمه اهو لسه سخن. حاجه انا دقت بصراحه معاكم تحفه والله العظيم، جميل وتحفه ولسه سخن بصراحه. يعني زي ما شفتوا في اول فيديو برضو كان لسه سخن. جربوه يا حبايب قلبي مش هتندموا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.